السلام عليكم، هلا شباب، معاكم ليث شو. دائما نسمع ناس والله حظها ممتاز، ناس حظها مرة مكسر، ناس حظها مرة يعني قوي، لكن بصراحة ما شفت نفس حظ الهندي هذا للحين. محمد بشير عبد القادر، طبعا هذا الشخص محظوظ بالنسبة لي، يعني مرة حظه ما شاء الله عليه يعني. والله شكله أمه داعت له. هذا تذكرون الطائرة اللي احترقت في دبي؟ هذا الشخص كان من الناس اللي راكبين فيها ونجا من الاحتراق هذا، ونجا طبعا كل ركاب الطائرة نجوا الحمد لله من هذا الاحتراق يعني، وهو من ضمنهم، وكان هو مشارك في يا نصيب. تخيلوا فاز. طيب كم ربح؟ كم المقدار الفلوس اللي ربح؟ تخيلوا ربح $1,000,000. لا والله هذا صدق ما داعت له يا اخي. طبعا كثير سألوه بتترك الوظيفة وكيف بتتصرف بالفلوس، قال ما راح اترك الوظيفة. طبعا وظيفته وكيل للسيارات في دبي، فما راح يترك الوظيفة، والفلوس راح يستثمرهن في بلده وراح يستثمرهن في قريته. صراحة من حقه يفرح ومن حقه يستانس يا اخي، رابح $1,000,000. يا رب ترزقنا بس مليون يا رب. لما نكون اطفال نحبي وكذا وما ادري كيف، ونبلع يعني اشياء، ناكل اشياء كذا موجوده في الارض مثلا، احيانا ممكن ياكلونها الاطفال يعني، ممكن تاكل يعني احيانا حشرات يعني. اهلي كانوا يقولوا لي ان يوم كنت صغير كنت ماكل صرصور يعني. انت اللي تشوف المقطع اسال لك، بيقولوا لك كلت اشياء كثير، بيقولوا لك يمكن كلت انت حشرات انت ما تدري عن نفسك يعني. لكن تخيلوا الولد هذا وش ماكل. شوف المقطع هذا. Where are you, Anthony? In the emergency room. Why are you in the emergency room? I inhaled the doggy toy. Are you sure? Pretty sure. How can you tell? Okay. هذا بالع له بطة فيها صفارة، فتلاحظون كل ما يتنفس تزين صوت صفير. صراحة ما أدري وش وضعه يعني لما بلعها يا أخي. تخيلوا امشي في الشارع وطوط سلامات يا أخي. طبعا هالولد عملوا له عملية وطلعوا منه هذه البطة، والحين بخير والحمد لله يعني. طيب يا شباب، الخبر الثالث راح أتكلم عن مارينا جويس. نزلت المقطع الأول، كثير منكم سبني، كثير منكم ما صدق الكلام اللي قلته انها تلعب عليكم، انها ما ادري كيف. البنت هذه اتوقع انها مجنونة يعني. صراحة كثير مسلمين يعني دافعوا عنها، لكن ما اتوقع انها تستحق الدفاع هذا من ناحيتنا نحن المسلمين. كم مرة انا قلت كلمتي يعني في المقطع. لما تشوف مقاطع عنها وتشوف الناس يتكلمون عنها، خذ الكلام اللي يتكلمون الناس بعقلك، لا تاخذه بعاطفتك، لأن عاطفتك بتخليك ترحمها، لكن عقلك بيخليك تميز الصح من الخطأ. طيب الحرمة هذه اشتهرت مرة وخلاص، ووصلت لحد يعني في الشهرة يعني حد لا يقارن يعني. وصلت من 600,000 سبسكرايبر لين 2,500,000 يعني. تخيلوا تحركت 2,000,000 سبسكرايبر عندها خلال أسبوعين تقريبا، أو خلال أقل من أسبوعين يعني. شايفين كيف كمية الناس اللي تابعتها يعني. المهم البنت هذه وصلت لمرحلة تقدر تقول انها مرحلة الانسان يبي يصير يعني الانسان خلاص تي قوة العظمة، ويشوف انه عظيم عن الناس يعني. العظمة هي لله جل في علاه، لكن في بعض الناس كذا فيهم مرض كذا، يبغون يوصلون يعني اعلى شيء في الحياة. فهي طلعت بتغريدات تقول انها تبي تصير اله، وهي اله اصلا وما ادري كيف، لكن يعني استغفر الله ما أدري وش أقول. فشوف الكلام اللي كاتبته هي وفكروا بعقلكم. ما أدري وش بقول يعني عن الكلام اللي كاتبتنا، لكن ما أدري. الحين بيجيك واحد في المقطع يسب ويشتم وما أدري كيف، ويقول لا هي أصلا مخطوفة. ما لي خص، أنا ما لي شغل مخطوفة ما مخطوفة، هذا ترتيبها. أنا لي إنها هي تدعي الألوهية أو إنها تبي تصير إله. يا أخي وش الكلام هذا، وش الخرابيط والله. ويجيك بعد العرب يدافعون عنها وما أدري كيف. والله هذا الشيء يغبنك يا أخي. المهم يا شباب، هذه نهايتي معاكم. عسى استمتعتم بالحلقة هذه، وكان معكم ليث شو، ويلا سلام عليكم، بيس.